السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معانا في فيديو جديد من فيديوهات حكايات هي وهو. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتقولوا لنا رأيكم في الفيديوهات وحبينا نتكلم عن ايه في الفيديوهات اللي جايه. يلا بينا نبدأ في الفيديو. في حاجة غريبة بتحصل لمعظم الناس بعد سن 20، فجأة بتبدأ تكتشف ان الحياة اللي كنت متخيلها طول عمرك مش هي الحقيقة. كأنك كنت عايش سنين طويلة بتتفرج على إعلان جميل عن الدنيا، بعدها بتدخل جوه الفيلم نفسه تكتشف ان التفاصيل مختلفة تماما. وانت صغير كان عندك يقين غريب انك اول ما هتكبر كل حاجة هتبقى واضحة. كنت فاكر ان الكبار فاهمين كل حاجة وان عندهم اجابات لكل الاسئلة، وان بمجرد ما بتعدي 20 هتعرف انت عايز ايه من الحياة، بتختار طريقك وهتمشي فيه بثبات. لكن اللي بيحصل مش كتاب فيه اجابات في اخره، مش خريطة مرسومة بالتفاصيل. الحياة اقرب لطريق طويل ماشي فيه وسط الضباب. كل شوية الضباب بيزيح حتة صغيرة قدامك، واول درس تقريبا بتتعلمه متأخر هو ان الثقة بالنفس مش حاجة بتظهر فجأة. واحنا صغيرين كنا بنتعلم او كنا فاكرين ان الشخص الواثق من نفسه هو اللي شكله مثالي، او اللي الناس كان كلها بتحبه، او اللي معاه فلوس كتير، او اللي عنده نجاحات كتير وكبيرة. لكن مع الوقت نكتشف ان في ناس كتير ناجحة ومشهورة جدا ومع ذلك هي جواها خوف وعدم امان اكتر من ناس بسيطة جدا. الثقة بالنفس الحقيقية مش انك تبقى كامل. الثقة بالنفس هي انك تتقبل انك مش كامل اصلا، انك تعرف ان عندك عيوب وان عندك اخطاء وان عندك نقاط ضعف وقوة، لكن ده ما يمنعش انك ليك قيمة. لان اغلبنا بيقضي سنين طويلة مستني موافقة الناس عليه، مستني حد يقوله انت شاطر، انت جميل، حد يقوله انت ناجح. ومع الوقت بنكتشف ان اخطر حاجة ممكن نعملها هي اننا نسلم تقديرنا لنفسنا للناس، لان الناس متقلبة. النهاردة بيمدحوك بكرة بينتقدوك، النهاردة معجبين بيك بكرة مشغولين عنك، ولو قيمتك جاية منهم هتفضل طول عمرك متأرجح معاهم. ومن هنا بيجي درس مهم جدا، وهو ان مش كل الناس اللي دخلوا حياتك المفروض يفضلوا فيها. ويمكن ده اصعب الدروس، لان واحنا صغيرين كنا بنتخيل ان الصداقة الحقيقية او الصداقة للابد، وان الشخص اللي واقف جنبنا النهاردة هيبقى موجود بعد 10 سنين. لكن الحياة بيكون ليها رأي تاني. في اصحاب بيمشوا، في ناس بتتغير، في علاقات بتنتهي بدون خناقات ولا مشاكل، مجرد ان الطرفين بيكونوا مختلفين. في الاول احنا بنزعل وبنسأل نفسنا هو انا عملت ايه غلط، لكن الشخص ده ليه الشخص ده بعد. لكن مع الوقت وبعد فترة بنفهم ان مش كل نهاية معناها فشل. بعض الناس دورها كان بيعلمك درس معين وبيمشي، يعني مراحل. وبعض العلاقات كانت مرحلة مش عمر كامل. ومش كل الحاجات اللي كنا بنتعلمها بعد 20. ومن اكتر الحاجات اللي بنتعلمها بعد عمر 20 ان الكلام الرومانسي عن العلاقات حاجة وان الواقع بيكون حاجة تانية خالص. كنا فاكرين ان الحب وحده كفاية، لكن الحياة بتعلمنا ان الحب محتاج احترام، محتاج مسؤولية، نضج، محتاج قدرة على التحمل. في ناس بتحب بعض جدا ومع ذلك ما يعرفوش يكملوا مع بعض، ما يعرفوش يعيشوا مع بعض، لان الحب لوحده مش بيحل كل المشاكل. ودي حقيقة اغلبنا ما بيفهمهاش غير بعد تجارب طويلة. وبعدين بيجي درس الفلوس.
الدرس اللي اغلب الناس تتمنى لو كانت عرفته زمان بدري. واحنا صغيرين كنا بنقول لو معايا فلوس هبقى مرتاح، لكن لما بنكبر بنكتشف ان الموضوع اكبر من كده بكتير. في ناس دخلها كبير جدا ومش مرتاحة، وفي ناس دخلها متوسط لكن مستقرة. لان المشكلة مش دايما في حجم الفلوس، المشكلة احيانا في طريقة التعامل معاها. مشكلة احيانا بتكون اننا ما تعلمناش نحقق احلامنا. اتعلمنا بس نحلم بالفلوس، لكن قليل اللي اتعلم يديرها. اتعلمنا ازاي نصرف، لكن ما حدش علمنا ازاي نوفر، ولا ازاي نستثمر، ولا ازاي نفكر في المستقبل. وعلشان كده ناس كتير بتقضي سنين من عمرها بتجري ورا زيادة الدخل، لكن المشكلة الحقيقية بتكون في إدارة الموجود أصلا. ومن الدروس اللي بتيجي متأخرة برضو ان مفيش حد هيجي ينقذها. دي جملة قاسية شوية لكنها حقيقية. واحنا صغيرين بنكون مستنيين فرصة مثالية، او شخص يساعدنا، او حد ياخد بايدينا. لكن بعد سنين نكتشف ان معظم الانجازات الكبيرة بدأت لما صاحبها قرر يعتمد على نفسه، لما بطل يستنى الظروف المثالية، لما بطل يستنى التشجيع، لما بطل يستنى الموافقة، وقام وبدأ حتى وهو خايف. من هنا بنتعلم ان الشجاعة مش معناها انك ما تخافش. الشجاعة معناها ان كل حاجة لازم تتحرك، لكن حتى وانت خايف. لان الحقيقة ان كل الناس بتخاف، كل الناس بتقلق، كله بيشك، لكن الفرق ان في ناس بتقف مكانها وناس بتكمل وهي خايفة. ومن اغرب الحاجات اللي بنتعلمها متأخر برضو ان المقارنة ممكن تدمر حياتك بالكامل. لانك طول الوقت شايف ناس ناجحة، ناس اتجوزت وناس سافرت واشترت بيت، فتحت مشروع، فتبدأ تحس انك متأخر. لكن الحقيقة اللي بنكتشفها بعدين ان كل واحد فينا بيعيش قصة مختلفة. في شخص بدأ بدري، وفي شخص بدأ متأخر، في شخص كانت ظروفه اسهل، في شخص حارب عشان يوصل لنفس النقطة. فالمقارنة اصلا غير عادلة. ومع الوقت بنتعلم ان النجاح مش ملوش شكل واحد. مش لازم تبقى مشهور، مش لازم تبقى غني، مش لازم الناس كلها تعرف اسمك. احيانا النجاح الحقيقي انك تبقى مرتاح نفسيا، انك تعرف تنام من غير قلق، انك تعيش من غير ما تمثل، انك تكون الشخص اللي نفسك تكونه. من الدروس اللي بتغير نظرتنا للحياة ان الفشل مش عدو، بالعكس، الفشل مدرس قاسي جدا لكنه صادق. بيعلمك حاجات النجاح نفسه ما بيعملهاش. كل سقطة بتعلمك حاجة، كل خيبة بتوريك نقطة ضعف، كل تجربة فاشلة بتخليك أقوى شوية. ولما تبص وراك بعد سنين بتكتشف ان اكتر الحاجات اللي بنت شخصيتك ما كانتش النجاحات، كانت اللحظات الصعبة، كانت الايام اللي حسيت فيها ان الدنيا قفلت. وكانت المواقف اللي كنت فاكر انك مش هتعديها لكن عدت. واخيرا يمكن اهم درس نتعلمه بعد 20 ان الحياة مش سباق. مفيش جرس هيضرب ويقول مين كسب، مفيش لجنة هتدي درجات، مفيش جدول زمني لازم كل الناس تمشي عليه. في ناس بتنجح في 20، في ناس بتنجح في 40، في ناس بتبدأ حياتها الحقيقية في 50. عشان كده اخطر حاجة تعملها انك تستعجل نفسك. كل اللي عليك انك تتحرك خطوة ورا خطوة، يوم ورا يوم، تبقى افضل نسخة من النسخة اللي كنت عليها امبارح. لان في النهاية بعد كل التجارب وبعد كل الدروس وبعد كل السنين هتكتشف ان الحياة ما كانتش عبارة عن الوصول لنقطة معينة، هي كانت عبارة عن الشخص اللي بقيت عليه اثناء الرحلة.
وده يمكن اهم درس بنتعلمه. هو احنا بنتعلمه متأخر لكن بنتعلمه، بيغير كل حاجة حوالينا. اتمنى ان الفيديو النهاردة يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لو الفيديو عجبكم، وتقولوا لنا حابين نتكلم عن ايه في الفيديوهات اللي جايه. سلام.